السلام عليكم، يعطيكم الف عافيه حبايبي. عندي لكم اليوم هعمل سمبوسه بالدجاج. طبعا الدجاج هذا انا فرمتها زي ما انتم شايفين. شوفوا معاها شويه من البقدونس اللي لما فرمتها كانت موجوده معاه، لاني فرمت بقدونس، فرمت الجزر، فهذا بقى. طبعا هذه انا فرمته بالفرامه اليدويه. حوريكم هي، شايفين الدجاج فرمتهم بهذه، والكزبره البقدونس فرمتهم بهذه يعني. فجربوا معايا وان شاء الله تكون على اعجابكم حبايبي. طبعا نفتح نشوف. بسم الله. شوفوا خلاص هنا البصل، شايفين حمر البصل خلاص. ابدا احط الثوم، شايفينه. نقص النار مره، بعدين نحط الجزر. بعد الجزر نحط البهارات المشكله او بهارات حلوم مع الملح وكركم وفلفل حار حسب الرغبه. طبعا كل واحد يحط الخضار اللي يحتاجها مع الدجاج. انا بس اخترت الجزر. الحين بردت، حطيتها في زبديه خارجيه كده ثانيه من القلايه. نحط عليها بقدونس والبصل. طبعا خلاص بردت لاني ما بحطها وهو حار علشان لا البصل الاخضر ويطلع المويه حقته. ما بتطلع مويته، هو والبقدونس او الكزبره، اي شيء تبغى تحطونه من الخضار اللي زي كذا. الحين هي جاهزه. ممكن بعضهم ممكن يبغوا يحطوا عليها جبن، بس لما تبغوا تحطوا عليها جبن ما تحطوا ملح، لان لما تحطوا ملح وتحطوا جبن حتطلع مره مالحه. ممكن تسووها بالعجينه هذه او بالرقايق هذه. طبعا هذه هعملها على طريق مثلثات، شكل مثلث، شايفينها. ابدا نقفلها. ممكن تدخل كذا، ممكن مع هذا دقيق مع مويه. نقفلها بهالطريقه عشان نضمن انها ما حتطلع نهائي. شايفين؟ وخلاص نطلعها بهالطريقه. النوع الثاني هذه هي نعملها بالطريقه هذه. نقفلها بهالطريقة، نضغط أو ممكن نكبسهم بهالطريقة. شايفين؟ طبعا هذه الرقايق الجاهزة ممكن تعملوها بهالطريقة، تدخلوها جوا كذا. إذا تبي تتأكدوا إنها ما حتطلع نحط عليها شوية من هذه، شايفين؟ وهذه نفس الشيء تسويها. طلعها اهي استويت.
حبايبي المكونات والطريقة صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يوصلكم كل ثلاثاء من مطبخ حلو، ودمتم سالمين.